بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجه مهمه قوي. شويه اخطاء كده انت ما تعملهمش لو بتربي حمام. يعني انت لو بتربي حمام ما تعملش الاخطاء دي، ولو الاخطاء دي عندك حاول ان انت ما تعملهاش تاني، ما يعني تبعد عن الاخطاء دي. بالراحه يا اولاد بالراحه. بص يا معلمي، من الاخطاء اللي انت ما تعملهاش ان انت ما تمسكش البيض على طول باستمرار. يعني انا بشوف في ناس مثلا مربي لسه فرحان، مثلا جماعه مربين الجداد و يعني فرحان بقى ان جاله بيض كده والحمام بيض، يقعد يمسك في البيض. هو ماسك البيض بطريقه احترافيه، يعني بطريقه مره بتكشف عليه مثلا بعد 5 ايام، مره تانية مثلا بعد 18 يوم بتشوف البيض بتاعك وضع الجنين ايه كده. الموضوع ده ان شاء الله يعني مش هيبوظ البيض. بس انت لما تبقى لسه راجل جديد ولسه راجل بتربي جديد تقعد تمسك في البيض، دي فيها نتيجتين. اول نتيجه، لو انت قعدت البيض تمسكه معاك فتره كبيره هيحصل له زي نسبه رطوبه هتخش له والبيض هيبرد والزغلول هيموت. الزغلول هيموت في الايه؟ في البيض. ادي اول مشكله. تاني مشكله ان الحمام انت بتخوفه كده، انت بتعود الحمام ان انت كل شويه تاخد البيض من تحتيه، تاخد البيض من تحتيه، فالحمام عندك بيبدا يخاف منك. تبص تلاقي ايه؟ عملت انت مشكله في الحمام يا اولاد. خلاص اهو كل واحد يجي بزاويه. عملت مشكله في الحمام ان انت الحمام بدا يخاف منك وبدا يخاف كل شويه على بيضه، لان الحمام بيحب الامان. يعني الحمام عايز الامان. لو كل شويه تشيل البيض من تحتيه، كل شويه تشيل البيض من عند تحتيه، ممكن الحمام يخاف وما عادش يرد على البيض. يبقى اول مشكله. تاني مشكله عندك لو انت بتعملها لازم ان انت تحلها، اللي هي بتاكل الحمام نوع واحد. لو بتاكل الحمام نوع واحد، يعني بتاكله ذره بس، بتاكله فول بس، بتاكله عدس بس، بتاكله اي حاجه واحده، لا، لازم على الاقل 4 انواع متشكلين. 4 انواع لازم تعملهم للحمام. ليه بقى؟ الحمام زيه زي الانسان بالظبط، ما ينفعش يعيش على حاجه معينه. يعني انت مثلا ما ينفعش تعيش على فول بس، تعيش على بطاطس بس. لازم تنوع في الكلفه بتاعت الحمام. الكلفه بتاعك لازم تكون منوعه، يعني تحط ذره عويجه، تحط فول، تحط بسله، تحط ذره صفراء، تحط غله. لازم في ناس بتحط قرطب، وفي ناس بتحط عدس اللي هو العدس ابو جبه. يبقى انت حضرتك لازم المشكله الثانيه لازم الاكل يكون متنوع عندك، ما تعيش الحمام على نوع معين. ثالث حاجه والناس دي بتقع فيها قوي قوي خصوصا المربين الجداد، نتف الريش. يبقى لسه جايب جوز حمام مثلا شغالين وخايفهم يطيروا، يجي ناتف الريش. نتف الريش ده يا جماعه مشكله كبيره قوي. ليه بقى؟ لان انت لما بتنتف الريش الحمام بدال الغذاء ما يروح على المبيض بالنسبه للنتايه عشان يجمع البيض او يروح للذكر يديله يخلي الخصوبه بتاعته عاليه، لا، انت حضرتك دلوقتي بتضر حضرتك بتضر الحمام. يفضل يشتكي يقول لك ده الحمام قعد عندي 2 و3 و4 مش راضي يبيض. ما انت حضرتك بنتف الريش، لما نتفت الريش الحمام انت كده خليت الكالسيوم اللي كان هيروح للبيض راح في جسم الحمام عشان يكون ريش. طب اعمل ايه؟ انا خايف الحمام لسه جايبه جديد وخايف يطير على ما يتعود على المكان. حضرتك بتجيب اول 4 ريشات من جناح الحمام، اللي هم 4 ريشات الكبار اللي هم اللي فوق، ال4 ريشات زي دول كده. بص اهو، بتمسك ال4 ريشات دول تضمهم لبعض وتبسطرهم ببلاستر من هنا. تجيب بلاستر وتبسطر ال4 ريشات دول وال4 ريشات اهو. يعني شوف الحمامه اللي معايا دي اهي، هتمسك ال4 ريشات الطوال دول تيجي مبسطرهم من هنا، وال4 ريشات تبسطرهم من هنا. اضمن ان الحمام كده بنسبه كبيره الحمام ان شاء الله مش هيطير، وفي نفس الوقت انت ما خسرتش غذاء في الحمام، ان هو ما خسرتش حاجه في الحمام ان هو يكون الماده الغذائيه او الكالسيوم او العناصر المهمه لتكوين البيض. راحت فين؟ راحت في نتف الريش. يبقى ثالث حاجه قلناها نتف الريش. رابع حاجه برضو ان عدد العيون القليل. انا بربي دلوقتي بصوا يا جماعه عشان يبقى عندك قاعده كده عامه ماشي عليها، المتر المربع بياخد جوز حمام. المتر المربع بياخد جوز حمام. فحضرتك ما تحاولش ان انت تعمل جوز حمام اكتر من جوز حمام. خد البتاع ده وديه بعيد. اكتر من جوز حمام في المتر المربع، ماشي؟ المتر المربع بياخد معلش جوزين حمام. انا اسف، المتر المربع بياخد جوزين حمام. بنتي سلمى بتندى عليا لخبطتني، منك لله انت
المتر المربع بياخد جوزين حمام، يعني بياخد 4 فلاتر. فانت شوف كده مثلا عندك 10 متر، ال 10 متر دول بياخدوا ان شاء الله 20 جوز. ال 10 متر يعني عندك اوضه مثلا 10 متر ياخدوا 20 جوز، ما تزودش عن كده، بحيث ان الحمام ما يتخنقش معاك في المكان ويقعد يضرب في بعضه ويكسر البيض ويبهدل لك الدنيا. قلنا المشكله رقم 4 عدد العيون، يعني عدد العيون يكون، او المشكله رقم 5 ان هو عدد العيون يكون بزياده عن عدد الاجواز. يعني انا مثلا مربي 10 اجواز ما اسيبش 10 عيون، 10 اجواز على الاقل عايز لهم 30 عين على الاقل، يبقى كل جوز بياخد 3 عيون. ليه؟ لان في ذكوره بتبقى ذكر مسيطر عايز عين يبيض فيه، وفي ممكن حمام يكرمك، حمام بيلحم العش في العش يجي بايض هنا ويعشش هنا، فالحمام بيحب ان هو يكون ليه ايه اكتر من عين. ما في ناس كتير بشوفه مربي مثلا 10 اجواز وعامل 10 عيون، لا الموضوع ده غلط قوي. الحمام هيقعد يضرب في بعضه، هيقعد يتعارك مع بعضه، ومش هتشوف منهم ايه نتاج كويس. من المشكله برضو اللي هي بتقابل مربين الحمام تقريبا المشكله رقم 6، ما تدخلش حد غريب على الحمام بتاعك، ما تدخلش حد غريب على الحمام بتاعك. بخلاف موضوع الحسد، ان الحمام كمان الحمام بيبقى عارف صاحبه وبيتعود عليه قوي. لما انت بتدخل حد غريب هو بيخاف منك، وخصوصا الاطفال. ليه بقى؟ الاطفال بيقعد يجري ورا الحمام وبيلعب معاه، مفكره لعبه يجري، فالحمام الجري ورا الحمام والخوف بتاعه الحمام بيخاف منك، ويبدا ان هو ايه، يبدا يخاف من المكان ويخاف من الايه الانسان اللي دخل له جديد ده، فيقعد يضرب. يا اولاد بالراحه يا اولاد، يعني يقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يعني الناس تقول علينا ايه؟ تقول علينا ايه يعني؟ تفصى يعني؟ ها اهو يا عم، خد تعال. اهو يا عم، سيب اخوك ياكل يا عم. المهم ايه، نرجعوا لحته ان الحمام بيخاف من الاطفال، فما تحاولش تدخل اطفال على الحمام ولا حد غريب، لان الحمام بيخاف منه، خصوصا في الفتره الاولانيه اللي انت بتعود ايه الحمام على المكان الجديد وعليه. برضو من الحاجات اللي بتخلي الحمام، الحاجات الجديده اللي انت لسه مربي جديد، يعني لازم تدخل الشمس للحمام. لو بتربي في محبوس لازم الشمس تشوف الحمام. الشمس قاتل للبكتيريا والطفيليات. الشمس بتعمل برضو على فيتامين د، وبتدعم جسم الحمام وبتقتل الميكروب. يعني الحمام لا قدر الله لو عنده ميكروب ولا حاجه، الشمس دي حاجه طبيعيه من عند ربنا بتقتل الحمام. يبقى احنا برضو ايه الشمس. من المشاكل برضو اللي للناس لو انت ما بتعملهاش لازم تعملها التحديد. التحديد ديت اللي هي الحاجه الطبيعيه ان الحمام ربنا خلقها بياخد الكالسيوم وبياخد الايه العناصر اللي هو عايزها من الطبيعه. الحمام ربنا خلقه ان هو بيطير في الجو وبينقر في الارض، فربنا خلقه كده، احنا اللي حبسناه واحنا اللي بدنا نعمله في الموضوع ده. فانت بتحاول توجهه للطبيعه، تحاول تحط له الطبيعه. طب التحديد ده مكونات من الطبيعه، يعني انت لو مش هتعرف تعملها هتجيب طوب ابيض وطوب احمر، وهتجيب لو في عندك شويه رمله، في ناس بتحط صدف، في ناس ملح طعام، في ناس بتحط فحم، يعني ايه تدق له شويه حاجات كده طوب. يعني لازم التحديد يبقى قدامه، لازم يبقى قدامه باستمرار. ماشي. من الحاجات برضو اللي انت لازم تبقى عارفها ولازم تكون ما تطنش فيها هو النظافه. برضو الناس اللي بتسيب الحمام من غير ما يكنس له، نظف الحمام لا يقل عن 10 ايام، وحسب المساحه عندك. يعني انت ممكن تنظف كل 15 يوم والحمام عندك نظيف، وفي واحد ممكن ينظف كل شهر والحمام عنده نظيف، وممكن واحد ينظف كل 5 ايام والحمام عنده معفن. ليه بقى؟ حسب المكان ممكن يكون ضيق عندك جامد وانت مربي عدد كبير، فالحمام بيوسخ على طول. انت هشوف حمامك المنظر يريح عينك والنظافه تبقى بعد قد ايه ونظف. المهم ان المكان العشوش والارضيات تبقى نظيفه، وترش بشويه كلور شويه ديتول وتفرش جير. لازم الحمام. ليه بقى؟ لان انت لو ما نظفتش هتبص تلاقي ظهرت عندك امراض. يعني عندك السالمونيلا ديت والكوكسيديا والحاجات دي كلها من قله النظافه. لما انت بتنظف للحمام بنسبه كبيره ان شاء الله الحاجات دي ما تلاقيش عندك. تاني حاجه برضو الذباب الحمام بيجي من عدم النظافه للحمام. ديت يعني اكتر الاخطاء الشائعه اللي بتقابل الناس مربين الحمام، اللي هو بيبقى مربي جديد ويقول لك الحمام عندي ما بيضش. فحاول حضرتك
ان شاء الله الحاجات دي لو بتعملها حاول ما تعملهاش الاخطاء دي، وحاول تظبط حمامك على قد ما تقدر. ان شاء الله ربنا هيبارك لك فيه وهتربي حمام كويس. لو عجبك الفيديو ادعي لاخوك طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله.